الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمشروعية رفع اليدين، وأن هذا مشروع، وأن الصحابة الذين رووا الحديث في رفع اليدين عدد كبير قاربون 30، فيهم 10 المبشرون بالجنة. وتقدم أن الحكمة من مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هو التعظيم لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذنا أن حالات رفع اليدين مع التكبير كما ذكر المصنف رحمه الله له 3 حالات. قال: يرفع يديه مع التكبير، وذلك لحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث مالك ابن الحويرث. نعم. وقال: أو قبله. يعني كيف معنى يرفع يديه مع التكبير؟ يعني يبتدئ التكبير، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينتهي الرفع بانتهاء التكبير. يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينتهي الرفع بانتهاء التكبير. يعني يكون الرفع مقارنا، يكون الرفع مقارنا للتكبير، يكون الرفع مقارنا للتكبير. قال: أو قبله، وذلك لحديث ابن عمر عند مسلم، وحديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود. إيش الذي يكون قبله؟ يعني رفع اليدين يكون قبل التكبير. كيف يكون رفع اليدين قبل التكبير؟ أولا يرفع يديه ثم ويحط وينزلهما ثم يقول الله أكبر. قال: أو بعده، وهذا لحديث مالك بن الحويرث. قال: كل ذلك ثابت في السنة، ويرفعهما ممدودة الأصابع. من حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا كما تقدم، لا يقبض يديه أو أصابعه ولا يفرقهما، وإنما يضمهما ويستقبل ببطون الكفين القبلة، يستقبل ببطون الكفين القبلة. يعني بعض المصلين يعمل هكذا، يعمل هكذا، لا هكذا، يستقبل ببطون كفيه القبلة. قال: ويجعل كفيه حذو منكبيه، وهذا لحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أيضا أبي حميد عند البخاري. يعني كيف يرفع؟ إلى أي حد يرفع؟ قال: ويجعل كفيه حذو منكبيه. إيش معنى حذو منكبيه؟ يعني مقابل منكبيه، مقابل منكبيه. ويرفع يديه، نعم. قال: ويجعل كفيه حذو منكبيه، يعني ما يقابل المنكبين. المنكب هو رأس الكتف كما تقدم، هو مجمع عظم العضد، والكتف هو إذن رأس الكتف. يجعل كفيه مقابل للكتفين، مقابل للكتفين. وكثير من المصلين ينزلون حتى يقابلوا بالكفين الثدي، هذا ليس من السنة. حتى يقابلوا بالكفين الثدي. أين الثدي؟ ما كان أسفل هكذا، بعضهم يفعل هكذا، يقابل بكفيه منكبيه، ليس يقابل بكفيه ثدييه. يلاحظ على كثير من المصلين أنه يقابل بكفيه ثدييه، وهذا ليس من السنة، ليس له أصل في السنة. لكن السنة أن يقابل بكفيه منكبيه، هذه الحالة الأولى. قال: وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه، وذلك لحديث مالك بن الحويرث عند مسلم، وأيضا حديث وائل عند مسلم، حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه.
أين أطراف أذنيه؟ أطراف أذنيه الأعلى، يعني فروع الأذنين هو أعلى الأذنين. فهذه سنة أن يقابل بكفيه منكبيه أو يقابل بكفيه أذنيه، أيهما أرفع؟ الأذنين، هكذا وهكذا. نقرأ. قال وضع اليدين وكيفيته. قال ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما. قال ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، يعني بعد ما يكبر ويرفع يديه. إلى أين يرفع يديه؟ يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه، وإذا كان عاجزا فإنه يرفع بحسب الاستطاعة، وإذا كان يقدر على الرفع بيد دون الأخرى فيرفع باليد التي يقدر عليها، فيه عملية أو فيه ألم شديد في أحد اليدين، فهكذا الله أكبر يرفع يديه، يعني إحدى يديه. إذا كان عاجزا عن الرفع باليدين جميعا فيرفع بإحدى اليدين. إذا كان عاجزا أن يرفع الرفع الذي ورد في السنة إلى ما يقابل المنكبين أو ما يقابل الأذنين فإنه يرفع بالقدر الذي يقدر عليه لعموم الحديث، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بعد ذلك قال يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، هذا مشروع، وهو من سنن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وذلك لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا، أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، رواه الطبراني في الأوسط، وبعضهم يحسنه، هو فيه شيء لكن بعضهم يحسنه، وهو استدل به المصنف من الذين يقوونه المصنف رحمه الله والعلامة الألباني. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل بفطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا، رواه الطبراني في الأوسط، ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله أو يصحح. هذا في أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله أنهم يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. وأيضا لحديث سهل بن سعد قال رضي الله عنه كانوا يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، رواه البخاري. وأيضا لحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، رواه مسلم. فهذا الوضع مشروع، ويذهب المصنف رحمه الله إلى كون ذلك واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولمداومته على ذلك، وأنه لا يجوز إسدال اليدين. والحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام أنه أقرب إلى الخشوع وعدم العبث، أقرب إلى الخشوع وعدم العبث. وأيضا فيه دليل على الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه الكيفية أن يضع اليمنى على اليسرى فيها صورة الذل بين يدي الله عز وجل. قال ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، وهذا لحديث وائل بن حجر رواه النسائي وهو صحيح. يضع يعني الآن الكيفية المسألة التي قبلها يضع اليمنى على اليسرى، لكن كيفية وضع اليمنى على اليسرى له 3 حالات. الحالة الأولى قال يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا. الرسغ
هو المفصل الذي بين الكف والساعد. أين الرسغ؟ هو المفصل الذي بين الكف والساعد. إذن أين الرسغ؟ هو المفصل الذي بين الكف والساعد. أين؟ أي هذا هو المفصل الذي بين الكف والساعد. أين الساعد؟ الساعد هو الذي بين الكف والمرفق، هذا يقال له الساعد، تمام، وهذا يقال له الرسغ بالضم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. إذن هكذا، يعني جزء من الكف على الكف اليسرى وبقيته مع الأصابع على الرسغ والساعد. أين الرسغ يا أخواني؟ هو المفصل الذي بين الكف والساعد. أين الساعد؟ هو الذي بين الكف والمرفق. إذن هذه الكيفية الأولى لحديث وائل بن حجر. قال وتارة يقبض باليمنى على اليسرى، وأيضا هذا لحديث وائل عند النسائي وهو صحيح. تارة يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض باليمنى على اليسرى، باليد اليمنى على اليسرى. اليد يعني هنا يراد بها الكف، يقبض بالكف اليمنى على اليسرى. والكيفية الثالثة هي وضع اليمنى على اليسرى في أي موضع، وضع اليمنى على اليد اليسرى في أي موضع، لعموم الثلاثة الأحاديث المتقدمة، حديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد وحديث من وائل. كيف إذن الوضع؟ في فرق بين الحالة الثانية والثالثة. الحالة الثانية فيها القبض، هكذا القبض، قبض يقبض. والحالة الثالثة الوضع، يضع اليمنى على اليسرى في أي موضع، إذا وضعها الكف على الكف أو الكف على الساعد. لكن بعضهم يقبض بكفه اليمنى على إيش؟ على العضد. أحسنت، بعضهم يقبض بكفه اليمنى على العضد، هذا ليس له دليل. نرى كثيرا من المصلين وقد يكون بعضهم من طلاب العلم يقبض باليمنى على العضد، هذا ليس له دليل، هذا ليس له دليل. لكن لو وضع اليمنى على لو وضع اليمنى على اليسرى وضعا في أي موضع يشمله عموم الثلاثة الأحاديث. قال محل الوضع، قال ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء. أما الوضع على الصدر فلحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما على صدره، وكلمة على صدره منكرة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف، وخالف بقية الثقات رووا الحديث ولم يذكروا وضعها على صدره. وأيضا لحديث هلب الطائي وفيهما الوضع على الصدر، وفيه قبيصة ابن هلب وهو مجهول. وأيضا لمرسل طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ورواه أبو داود وسنده صحيح. فهذا أصح ما ورد في الباب، ونسبه بعضهم إلى قول أهل الحديث. هذا أصح ما ورد في الباب، أن الوضع يكون على الصدر، وليس هناك ما يعارضه مما يلتفت إليه. لا نقول أن هذه سنة ثابتة، لكن هذا أصح ما ورد في الباب. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضع على الصدر، لكنه أصح ما ورد في الباب. هناك فرق حينما نقول صحيح وحينما نقول إيش أصح. أصح أي أن هناك أحاديث ضعيفة وهذا أمثلها، هذا أصحها. والأمر في هذا يعني فيه شيء من السهولة، لا يشدد على من وضع تحت الصدر أو من وضع فوق السرة أو من وضع على السرة، لأنه ليس هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقرب يعني الأمور الوضع على الصدر. قال الرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني كل ما يشرع في الصلاة للرجل أيضا هو مشروع في حق المرأة، لأن الأصل هو عموم التشريع. ما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة إلا بدليل يستثني المرأة.
في أن تكون مثل الرجل لعموم الحديث صلوا كما رأيتموني يصلي. في هذا الحديث عموم للرجال والنساء، يعني في باب الرفع وفي باب الوضع وفي باب الركوع وفي باب السجود وفي سائر أفعال الصلاة وأقوالها. قال ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، وهذا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وأيضا لحديث زياد بن صبيح أنه صلى بجانب ابن عمر فوضع يده على خاصرته فقال ابن عمر هذا هو الصلب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فهو صحيح. وأيضا لقول عائشة يعني كرهت وضع المصلي يده على خاصرته وقالت هذا فعل اليهود في صلاتهم، رواه البخاري. فلا يجوز الاختصار في الصلاة. إيش معنى الاختصار؟ أن يضع يده على خاصرته. ما هو الخصر؟ أين الخصر؟ هو ما استدق من الجن، ما استدق من الجن، يعني ما بين الورك وبين أسفل الأضلاع. أين الخصر؟ هو ما بين الورك وبين أسفل الأضلاع. إذن لكل إنسان خاصرتان في جنبيه، لكل إنسان خاصرتان، فلا يجوز أن يضع يديه على خاصرتيه لكون هذا فعل اليهود ولكونه يدل على التكبر أو عدم المبالاة، وهذا ينافي الخشوع في الصلاة. وفق الله الجميع له ونحن.